ازيكم عاملين ايه؟ انا بعمل الفيديو ده عشان جمهور الزمالك يعرف الحقيقة. انا بس عشان عندي نقط كتير هتكلم فيها فسامحوني، يعني ممكن لو ببص في الورقة من الوقت للتاني يعني. بالنسبة لموضوع الإصابة، أنا اتصبت 8 يناير. دكتور النادي شخصني كدمة قوية وإني محتاج تأهيل من 4 ل5 أسابيع. بعد كده أخدت إذن من أمين مرتضى بالتنسيق مع دكتور النادي إني أشتغل التأهيل بتاعي بره. ودي حاجة مش أول مرة أعملها، أنا بقالي يعني طول الوقت بعمل كده عشان ببقى محتاج حد مركز معايا بنسبة 100%. ودي حاجة ممكن متحققش في النادي عشان الاستاف الطبي أو الناس اللي شغالين في الجهاز الطبي مسؤولين عن كل اللعيبة، مش مسؤولين عني أنا بس. اشتغلت تأهيل. اشتغلت تأهيل ووصلنا لآخر فبراير، ما حسيتش بتحسن يعني، فقلت اخد رأي دكتورين تانيين في مصر، وكان تشخيصهم للإصابة إن مش كلمة خالص، وإن التشخيص الصح اللي أنا كنت نزلت لكم على انستجرام. وبعدها اضطريت إن أنا أبتدي التأهيل من الأول. قبل ماتش الوداد في المغرب، مستر كارتيرون كان عارف إني مش جاهز، إني لسه بكمل التأهيل. بعد كده الأستاذ مرتضى وأمير طلبوا مني إن أنا أسافر مع الفريق علشان أساندهم معنويا. فطلبت من أمير إن هو يكلم دكتور التأهيل بتاع النادي عشان يشتغل معايا هناك في المغرب وما تأخرش أكتر من كده. أمير كلمني وقال لي إن دكتور التأهيل بتاع النادي عنده حالة وفاة ومش هيقدر يسافر معانا، وقال لي طارق اقعد كمل تأهيلك في مصر، يعني مش زي ما اتقال إن أنا هفكر أركب الطيارة. وقبل ماتش الوداد في مصر، مستر فيريرا قال لي أنا محتاجك في المعسكر ككابتن من كباتن الفرقة. دخلت المعسكر بالاتفاق مع مستر فيريرا ان اكون في المعسكر، بس ما كنتش في قائمه الماتش، لان الراجل كان وجهه نظره ان ما ينفعش بعد غياب اكتر من شهرين ان ارجع على ماتش مصيري زي ده. قبل ماتش بيترو اتلتيكو قعدت مع المدرب واتفقنا ان انا اخد جزء من الماتش. فعلا لعبت حوالي 20 دقيقه او 30 دقيقه مش فاكر قوي، وبعدها رجعت العب في الدوري بشكل عادي جدا. بعد كل ماتش في الدوري كنت بحس بألم، وكان الألم عندي بيزيد من ماتش للتاني، وبسبب إن الفرقة كانت محتاجة كل حد فينا، يعني فضلت إن أنا ألعب وأكمل يعني ما حبيتش إن أخرج في الملعب في التوقيت ده. وكنت دايما إن أنا حاسس إن ده أصلا ما كانش مستوى الطبيعي، وأكيد إن شفت ده. واللي مش مصدقني ممكن يجيب ال8 ماتشات اللي أنا لعبتهم ويشوف أدائي فيهم كان عامل إزاي. لما خدت الانذار التالت في ماتش إنبي، طلبت المستر فيريرا ان انا اسافر المنصوره علشان في دكتور اسمه احمد حسين، ده دكتور عنده خبره 25 سنه من المحله واشتغل معايا بقالي سنين. في نفس الوقت وكيلي تواصل مع روبن دكتور التأهيل الاسباني. يعني قصه المنصوره واسبانيا انا يعني كنت بحاول في كل الاتجاهات لان كان وقتي ضيق. بعد كده روبن طلع متاح ان اشتغل معاه بس بره مصر. بعدها اخدت موافقه من الاداره ان انا اسافر المانيا اكشف. وعلى فكره الموافقه كانت بتاريخ السفر وما كانش فيها مده محدده لاننا كنا لسه مش عارفين حاجه، فموضوع الاسبوع اللي فات ده مش حقيقي. لما رحت المانيا وكشفت، الدكتور قال لي ان ما كانش ينفع تنزل الملعب دلوقتي خالص، وكتب لي على برنامج تأهيلي اللي هينفذه روبن. كلمت روبن واتصلت معاه ان احنا ننفذ البرنامج ده في مصر. روبن طلع مرتبط بشهرة اسبانيا فاضطريت ان انا اسافر. برنامج التأهيل بتاعي كان يبدأ يوم 22/5 وينتهي في أواخر شهر 6. بالمناسبة أنا سافرت وتحملت كل مصاريف السفر والعلاج على حسابي الشخصي، وده مش من الطبيعي. بدل الموضوع كان فيه سفر كان لازم النادي يبعت معايا حد، وده ما حصلش. وأنا في أسبانيا بعت لدكتور النادي وبلغته ببرنامج التأهيل وميعاد رجوعي، فالنادي كان عارف كل خطواتي من وأنا هناك. ولما رجعت قدمت كل الورق اللي يثبت إن أنا كنت بتأهل، وبعدها كنت جاهز للمشاركة. وقرار عدم مشاركتي كان قرار فني وإداري وأنا بحترمه وما عنديش فيه أي مشكلة. نيجي بقى لموضوع التجديد. أنا قعدت مع لجنة كابتن حسين لبيب والناس تعاملوا معايا بمنتهى الاحترام، ما اختلفناش على أي حاجة خالص. مسألة التجديد دي كانت مجرد وقت، لأن الناس كانوا ساعتها بيتكلموا مع كذا لعيب في التجديد، واللي كان اتفاق بيني وبينهم إن أنا بقى آخر لعيب، والناس دي موجودة ممكن يأكدوا لكم كلامي.
بعدها اللجنه مشيت ورجع مجلس الاداره القديم في نوفمبر. من نوفمبر لمارس محدش من مجلس الاداره كلمني في اي تجديد ولا قعد معايا. يوم 3 مارس رئيس النادي كلمني، رحت له انا وكيلي. يعني اول لما اتقال لي تعالى نقعد، رحت وقعدت. وعايز اقول لكم ان الرقم اللي اتقال في الاعلام ما طلعتش عليا نهائيا، اصلا المفروض الحاجات دي تكون سريه. كل اللي طلبته هو التفكير، وده حق الطبيعي زي اي انسان بياخد قرار مهم في حياته. بعدها بكام يوم دخلنا معسكر ماتش الوداد في مصر. كنا مركزين ومفيش تفكير غير في الماتش. قبل الماتش يخلص فوجئت ان النادي بيعلن في الاعلام انه مش هيجدد. يعني انا قعدت سمعت، طلبت مهله للتفكير، دخلت المعسكر، قبل ما اخرج من باب الاستاد قالوا لي ان الزمالك قرر انه مش هيجدد لك. ففهمت ان ما كانش في نيه حقيقيه للتجديد، وان ده كان مجرد شكل كده بنعمله عشان نقنع الناس ان احنا بنحاول. وقبل ما افوق من تهمه المماطله والمساومه، لقيت مؤتمر صحفي معمول بيتقال فيه اني متمرد وخاين ومتهرب، وان السبب في خروج الزمالك من افريقيا، واني كنت سليم، واني رفضت اركب الطياره. حتى لو احنا عارفين ان اللاعب ده بيحب النادي وشال النادي وموت نفسه بقاله 7 سنين، فاحنا ما عندناش اي مشكله ان احنا نطلع نكذب وندمر تاريخه وصورته. زي في 2018 لما رجعت من كاس العالم، فوجئت ان النادي بعت الاستغنى بتاعي لبيراميدز، وانا اللي رفضت امشي من نادي الزمالك، واتعرض عليا وقتها رقم خيالي مستحيل حد يرفضه، وانا اللي صممت ان اكمل، لان وقتها كنت انا صاحب القرار، لان كان بقالي سنه في عقد. لكن دلوقتي انا مش صاحب القرار لان عندي عقد منتهي، فمش هقعد مع الناس غصب عني. وعشان اثبت حسن نيتي عرضت اني اتنازل عن باقي مستحقاتي، فاشترطوا عليا ان امضي على ورقه بتقول انها غرامات، وفي الحقيقه مش غرامات، هي مستحقاتي. وانا عايز اقول لكم حاجه، انا اخر حاجه كنت ممكن اتخيلها ولحد دلوقتي انا مش قادر اتخيلها، ان جمهور الزمالك يشكك في حبه وانتمائي. ممكن تختلف معايا في اي حاجه، لكن حبه وانتمائي اكيد لا. انا ما كنتش احب اقول كده، بس انا راجل نزفت في الملعب وما رضيتش اطلع. لو كنت اقدر اعمل اكتر من كده كنت عملت عشان خاطر الزمالك وجمهوره. اللي لازم تعرفوه ان لا يمكن اسيب صورتي قدامكم بالشكل ده غير لما اطلع واقول لكم الحقيقه، عشان انتوا اهم حاجه عندي. انتوا ناس شلتوني في دماغكم سنين. انا بقى انسان قليل الاصل النهارده لو جيت ساومت واتكبرت على الناس اللي عملوا اسمي. اللي عملتوه معايا كان كبير قوي، يمكن كتير عليا. انتوا وقفتوا معايا في كل الاوقات، وكنتوا دايما ظهر وسند ليا.